إعلامية مصرية شهيرة تتباهى بأن مصر تحتضن ليبيين وسوريين وسودانيين. طبعا أنا مش هنتكلم إلا على الجزء اللي يخصنا نحن، اللي هم نحن الليبيين. الإعلامية هي طبعا ياسمين الخطيب في برنامجها على قناة القاهرة والناس. كنت اتفرج عليه بالصدفة أمس، فقالت أن شوف مصر ودور مصر وعظمة مصر ومصر وإلى آخره، ورغم المشاكل اللي حول مصر سواء في ليبيا ولا في السودان ولا في سوريا ولا كذا، فإن مصر تحتضن ومصر تدير ومصر تسوي وعظيمة يا مصر وإلى آخره. لا 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 يا ماما، ترى خليني معلش، خليني تعالي لي هنا، خليني نفهمك بس الفرق بيننا وبينكم. أول شيء، الليبيين اللي موجودين في مصر موجودين بفلوسهم، سواء كان جايين لسياحة أو جايين للعلاج أو حتى عندهم مشاكل هنا في ليبيا ومهجرين، مهجرين لكن موجودين في ليبيا. ما فيش ليبي في مصر ولا مصر نمشي لها. موجود مثلا على قارعة الطريق ينتظر في ان حد يجي يشغله عنده. ما فيش ليبي في مصر يشتغل في محل مواد غذائية او يشتغل في سوق خضرة او يشتغل في اي مهنة من المهن العامة هذه. في حين ان انتم هنا موجودين في مصر او موجودين هنا في ليبيا تسترزقوا، تاخذوا من رزق ليبيا وتشيلوا لمصر، في حين ان نحن ناخذوا من رزق ليبيا ايضا ونشيلوا لمصر. انتم هنا تشتغلوا عمالة عندنا هنا في ليبيا. اعطيني كم مصري جاء لليبيا وجايب معاها فلوس واستثمرها هنا في ليبيا، واعطيني العكس وشوفي العدد. الشيء الاخر، ليبيا كدولة دعمت مصر في 2013 في سبتمبر 2013 بمبلغ مالي يقدر ب 2 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري، في حين ان مصر لها ما يقارب عن 5 أو 6 سنوات تستجدي في البنك الدولي باش تحصل منها على 6 مليارات، والبنك الدولي الآن وافق لها أنه هو يعطيها 7 مليارات بفائدة مقدارها 70 مليون دولار سنويا، في حين أن ليبيا لما أعطتكم 2 مليار دولار بدون فائدة، يعني 2 مليار دولار ترجعوه لنا علي 5 سنوات زي ما هن. البنك الدولي 7 مليار ترجعوهم في خلال 3 سنوات، وعليهن فائدة، واحتمال كبير الفائدة تكون فائدة مركبة، يعني بعد 3 سنوات إذا كانك ما ردتنش، ومستحيل مصر أصلا تقدر تردن، ال 70 مليار حيقدر 140 مليار، ويقدر الفائدة تتضاعف. في سنة 24 الصيف اللي فات ليبيا دعمت مصر بحوالي 50 مليون دولار لشراء غاز سائل لتغطية الاحتياجات المصرية في الصيف في القصة هذه. هذه ليبيا اللي تو عندنا نحن فيها أزمة دولار وسعر الدولار مرتفع ومحتاجين لكل دولار، ومع ذلك تساعد فيكم. وما فيش ولا إعلامي واحد في ليبيا طلع وقال والله إن ليبيا والمصريين اللي في ليبيا وإن نحن أعطينا لمصر وكذا. نحن في النهاية بكل الليبيين معروف علينا ولله الحمد الجود والكرم مع البراني، فما بالك مع الأشقاء اللي تحدنا بهم يعني حدود واحدة. لذلك يا سيدتي قبل لا تتكلمي عن ليبيا وعن الليبيين اللي موجودين في ليبيا، نحن عندنا هنا في ليبيا يقولوا مصر فمك بالزهر، دوري عاد انت حد ليبي من المقيمين غادي يترجم لك الكلام اللي انا قلته. وان شاء الله ديما على قولة شو اسمه هذا الطلحي، ان شاء الله ديما ليبيا وان شاء الله ديما بنغازي. واتمنى من الناس، وهذه اول مره نطلبها، ان الفيديو هذا تديروا له مشاركه، عسى ولعل انه هو يوصل للسيده هذه اللي هي السيده ياسمين الخطيب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.